بعد تردي أحوال الأندلس نتيجة اقتتال أمرائها وخضوع بعضهم إلى سلطة ألفونسو السادس ملك قشتالة وسقوط طليطلة عام 478 هجرية الموافق ل1085 ميلادي، قام أهل الأندلس وأمراؤهم يستنجدون بالأمير يوسف بن تاشفين، فاستجاب لهم وعبر البحر بجيش المرابطين لنصرة مسلمي الأندلس، وتوحد جيش الأندلس مع جيش المرابطين في جيش كبير يقوده بن تاشفين. سار الجيش حتى وصل سهل الزلاقة، وسار إليه ألفونسو السادس بجيش كبير احتشد من أرجاء أوروبا. اشتد القتال على جيش ألفونسو، ودام القتال لساعات. أصبح ألفونسو وجيشه بين مطرقة بن عباد وسندان بن تاشفين، وكانت الضربة القاضية التي أنهت المعركة حين أمر ابن تاشفين حرسه الخاص المكون من 4000 فارس بالنزول إلى قلب المعركة، فاستطاع أحدهم الوصول لألفونسو وطعنه في فخذه طعنة نافذة بقي يعرج منها طوال حياته. هرب ألفونسو تحت جنح الظلام منهزما إلى قورية، وبهذا النصر انتهت معركة الزلاقة في يوم واحد.